أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متتبعي بوابة قصر الكبير الإلكترونية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصر الكبير بعيون شابة، برنامج نهدف من خلاله تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم مدينة قصر الكبير. عقد رئيس مجلس البلدية لمدينة قصر الكبير الحاج محمد السيمو أمس البارحة ندوة مع وسائل الإعلام المحلية تطرق فيها لمختلف القضايا التي تهم مدينة قصر الكبير. من بين هذه النقاط التي ناقشها البارحة هي نقطتهم دعم المشاريع الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم كذلك إقحام اسم الصديق الإعلامي عصام عفيف وكذلك موقع قصر فورم. وفي هذا الصدد نستضيف في هذه الحلقة الزميل عصام عفيف من أجل مناقشة هذه النقطة. سي عصام، مرحبا بك. أهلا وسهلا سي زكريا، شكرا على الاستضافة. بداية سي عصام، كما أشرنا في البداية بأن رئيس مجلس البلدية لمدينة قصر الكبير الحاج محمد السيمو عقد ندوة البارحة وناقش مجموعة من النقاط من بينها المشاريع اللي مولها عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتم إقحام الاسم ديالك إضافة إلى إقحام اسم ديال الموقع ديال قصر فورم ممزج بيناتهم. وكما كيعرف الجميع بان سي عصام كان كيشتغل معنا في الموقع ديال قصر فورم الى حدود سنه 2015. سي عصام، اكيد بانك تفرجتي للشريط، شنو هو التعليق ديالك مع هذه المساله هذه؟ كنعاود الشكر ديالي سي زكريا على الاستضافه ديال بوابه القصر الكبير الالكترونيه قصر فورم الذي اكون له كل الحب والاحترام والتقدير. فيما يخص الرفض ديال المشروع ديالي في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ما كاين حتى شي جواب مقنع لا من لدن السيد رئيس المجلس الجماعي ولا حتى من الجهات المشرفه عليه اللي هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. فقط الناس عندها حسابات خاصه ديالها في القبول ديال هذه المشاريع. والقضيه ديال الادراج ديال الاسم ديالي مقرون مع الموقع ديال قصر فورم، ربما عند السيد الرئيس حسابات خاصه ديالو في هذا الجانب، باعتبار لانه هو كيشوف ان الموقع ديال قصر فورم موقع اللي عند بالو هو ان موقع ماشي محايد، موقع كيتحامل عليه، فاي شخص اللي هو كيخدم في هذا الموقع ولا كيشتغل في هذا الموقع هو طبعا ما مستعدش انه يتعامل معاه لا من قريب ولا من بعيد. مساله اخرى بغيت نضيفها في هذا الجانب هذا هي المساله ديال المعايير اللي كيتم يعني الاختيار ديال بها المشاريع. هي لا يخفى على احد في مدينه القصر الكبير على ان اليوم المعايير المعتمده هي المساله ديال الولاء، ولكن المبادره عندنا لجنه محليه كتكون من كفاءات، كذلك كان مجموعه من المساطر والقوانين اللي كتطبق في هذه الشدايا. يعني اقصاء المشروع ديالكم شنو هي المعايير اللي كتشوفوا نتايا؟ واش هي معايير قانونيه ولا معايير نرجع الهوى ديال الرئيس؟ بالنسبه لهذه اللجنه هذه هي اللي كيشوفها يعني السي زكريا، لانها واحد اللجنه مختلطه. يعني شنو هي المعايير اللي كتعتمدوا عليها في الاختيار ديال هاد الناس هادو اللي كيكونوا مشرفين على المراقبه؟ حنا خصنا نكونوا واضحين في هذا الجانب هذا، ما نبقاوش نهضروا بديك اللغه اللي هي ما مفهوماش. المجلس البلدي في الاختيار ديالو لهذه اللجنه المحليه عنده اشخاص اللي هو كيعتمد عليهم، عنده ناس ديالو، عنده ناس اللي هما كيطبقوا له بالمفهوم ديال الدارجه، كيطبقوا له الخطه ديالو. هو راه ما غاديش يجيب ناس اخرين اللي ما غاديش يمشيو معاه في التوجه ديالو ولا في الاختيارات ديالو. هذا جانب مع احتراماتي لبعض يعني الاشخاص اللي هما كيستدعوهم يكونوا في لجنه كيف لجنه اللجان الفنيه او ما شابه ذلك ولا اللجان الرياضيه. على العموم نرجعوا للموضوع ديالنا، المساله ديال المعايير اللي كتعتمد. شوف، ما بقاتش شي حاجه اللي هي اليوم الناس ما كيعرفوهاش في هذا الجانب. كنعرفوا على ان في الاختيارات ديال المشاريع، في اختيارات ديال حتى الطلبات ديال المنح ديال الجمعيات، راه الجمعيات اللي كتكون مواليه لواحد الفئه، يعني الفئه الغالبه اللي هما كيسيروا دابا هما الجمعيات اللي كيستافدوا. كذلك قاس على هذا الشيء هذا هو في المشاريع اللي كتدفع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، خصوصا في اللجان المحليه. الا ما كانش عندك الولاء المسيرين ديال المجلس، الا ما كانش عندك علاقات معهم، علاقات ديال منين يحتاجوك كجمعيه او شي حاجه تخرج للشارع او لا تخرج تدير لهم شي حاجه او لا توصل شي ميساج معين، الا ما كنتي شي واحد الشخص اللي كتطبل بالمفهوم الدارجي ديالنا، الا ما كنتش واحد الانسان اللي كتمسح الكابات، راه يستحيل ان هاد الناس هادو يرضاو عليك. ولا يكون المشروع ديالك
كيف ما كان بغا يكون، واخا تكون سطرتيه نتايا في شي يعني جبتي الجهابذه ديال التسطير ديال هذه المشاريع ديال اللي كتقدم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، الا ما كانوش فيك هذه المعايير هذا هما اللي قلنا ديال مسيح الكابا راه ما غاديش يتقبل. وهذا الشيء اللي بان حنايا خصوصا في هذا واش مارست عليك شي ضغوطات في الجانب هذا؟ انا بالنسبه لي يعني اش غادي نقول لك، المساله ديال الضغوطات اللي تمارست عليا ماشي ضغوطات ولكن بشكل اخر، يعني تطلب مني على انني ندير شي حوايج اللي كنرفضها. على سبيل المثال ملي مشيت كنبحث انا على السبب ديال الرفض، ومشيت عند السيد الرئيس وبغيت نعرف علاش المشروع ديالي ما تقبلش، كان المفروض لان الجواب يقول على ان ربما المشروع تنقصه نواقص، ربما ان المشروع ديالي يعني ما فيهش المعايير اللي مسطراها اللجان ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كنت تكون بحال هذا القبيل، في حين على انني سمعت على ان المشروع ديالي ما تقبلش وكافى. وفي حاله الى انني بغيت يتقبل المشروع ديالي خصني نهز راسي ونمشي لعند السي الملاحي اللي مكلف بالملف هذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في العملات ديال العرايش، ونمشي ونقول له باللي انني انا واحد الانسان وطني، واحد الانسان كيبغي الملك، واحد الانسان خرج في المظاهرات ما يسمى بالولاء اللي خرجت من مدينه القصر الكبير، خصني نقول شي مسائل بحال هكا، ومن بعد غادي يتبدل الموقف، ربما ان الملف ديالي انه يتقبل. وانا طبعا ما غاديش نقبل على راسي هذا الشيء هذا هو اللي كنطالبوا انا مع عموم المواطنين، على ان الملف ديالي يعني يتشاف فيه داك تطبق داك المقوله ديال تكافؤ الفرص، يعني اللي عنده شي حاجه يستحقها يديها، واللي الملف ديالو ضعيف او خصو يمشي يعاود الصياغه ديالو خصو يمشي بكل روح رياضيه. حنا ما عندناش مشكل مع ان المشروع تقبل او لا ما تقبلش، ولكن المشكل هو انك ملي بقيت تطلب منك على انك تمشي تمسح الكابا وتمشي تحسرف وتمشي تهضر وتمشي تدهن باش تقبل المشروع ديالك، في حين لان المشروع ديالي هو واحد المشروع فني استفد منه المدينه، واحد المشروع اللي ربما ممكن تحط الجمهور القصري اللي متتبع لهذه القضيه هذه بطبيعه المشروع ديالك، شنو هو المحتوى ديالو؟ أنا تقدمت بمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل يعني تزويد الجمعية بمعدات ديال التصوير، بحكم أنني كنشاط في المجال الفني، كان ندير تصوير ديال الأفلام قصيرة، سلسلة فكاهية، كنت شغال على الروبورتاجات. المشروع كان واضح فيه المسألة ديال التعلم ديال التصوير، في التعلم ديال فن المونتاج، كتابة السيناريو وتصوير ديال الافلام اشرطه وثائقيه. والمشروع الكبير اللي كان مسطرو يعني هذا الكبيره اللي كنت مسطرها هي اننا غادي نصوروا واحد الشريط وثائقي على مدينه القصر الكبير. سي عصام، الا كان عندك شي كلمه ختاميه ولا شي رساله بغيت توجهها تفضل مشكور. الرساله ديالي انا يعني نكون واضح، انا الرساله ديالي كنوجهها للسيد العامل الاقليمي العرائش، لان بحكم انه هو الصاهر على التنزيل ديال هذه المشاريع ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. انا ما عارفش واش السيد العامل كيتفق مع هذه الممارسات، مع الطرق اللي تتم بها الاختيار المشاريع، او انها ربما كتغيب عليها هذه الحقائق. في حاله اذا كانت كتغيب عليها هذه الحقائق فلا بد لانه يوقف ويشوف هذه المسائل هذه، لان هذه مسائل ربما انها كتخلي جيل منا ما يثقش بهذه المبادرات بحال هكا والمبادرات التنمويه. ملي كنشوفوا بحال التلاعبات هذه كنظن على ان الناس ما غتبقاش تثق وتقدم المشاريع. ملي كنشوفوا بحال هاد الممارسات اللي كتدار ربما لان الناس تفقد الثقه اكثر وتخلق واحد الاحتقان يعني لدى على الاقل عند الناس اللي عندهم ما يعطيو ما يقدموا لا المستوى الفني ولا المستوى الثقافي ولا المستوى يعني على حسب كل واحد وفين كينشط. فلهذا انا كنطلب من السيد العامل على انه يفتح تحقيق خصوصا في الملف ديال 2017 ويشوف واش فعلا كاين معايير اللي كتعتمد نزيهه اولا كاين شويه ديال المحسوبيه وكاين شي شويه ديال ماشي شويه ولكن هي راه كاين المساله ديال الزبونيه والمحسوبيه والسياسويه والحزبيه داخله في الاختيار ديال المشاريع اللي كيقبلوها واللي كيمولوها. سي عصام شكرا لك. شكرا سي زكريا، شكرا بوابه القصر الكبير الالكترونيه، وكنستسمح الى طولت في الحوار. مرحبا. تبارك الله عليكم.
مشاهدينا الكرام، شكرا على تتبعكم لهذه الحلقة. نضرب لكم موعدا جديدا مع قضية أخرى. شكرا لكم.